السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوق جديد من سيوات ليلى العميريه. الفلوق ديال اليوم هو من الجمعيه الجهويه للتربيه والثقافه فرع البراديه اس إريك. مرحبا بكم، تحيه يعني اعضاء الجمعيه، تحيه للحضور، تحيه للمتطوعين، تحيه للحضور، تحيه للجنود الخفاء، تحية لكل النساء والشباب والرجال اللي وقفوا في هذه الحملة واللي تمت بنجاح الحمد لله والشكر لله بدون ذكر أسماء. المهم هذا الفلوق هذا درتو لكم. تحية لكل الناس العاملين بالمستشفى بحد البرادية والجمعية، تحية للرئيس الجماعة والقائد الجماعة، وتحية للجنود الخفاء، تحية للسي بوعبيد، تحية يعني ما ذكرت سميات كل شيء، ولكن الصراحة تحية لكل كل حضور وجزاكم الله كل خير. المهم هاتوا بعض اللقطات من الحملة الطبية للعيون بمستشفى حد البرادية بالفقيه بن صالح. الحملة الطبية اللي تنظمت، الحملة الطبية المجانية للعيون منظمة من طرف الجمعية الجهوية للتربية والثقافة فرع البرادية. داجت يوم السبت والحد بالمستوصف المحلي بمركز حد البرادية، وكل الشكر والتقدير السيد مندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم فقيه بن صالح على تشجيعه ومساندته الكبيرة في تنظيم وإنجاح الحملة الطبية، وشكر خاص للطاقم الطبي الجامعي الذي تحمل عناء السفر من مدينة الرباط من أجل تنظيم الحملة الطبية المجانية وإنجاحها على امتداء يومين ولفائدة 1800 مستفيد ومستفيدة. وشكرا وتقدير للطاقم الطبي والخدمات بالمستوصف المحلي بمركز البرادية. والشكر والتقدير للسيد رئيس المجلس البلدي الجماعي لحد البرادية ونوابه المحترمين وكاتب المجلس كل باسمه وصفته، وعلى دعمهم المعنوي والمادي ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح الحملة الطبية، ودمتم في خدمة الصالح العام. شكر وتقدير للسيد القائد المحترم وكافة أعوانه ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة على تأمينهم الكبير للحملة الطبية ومساعدتهم الراقية في تنظيم وتواصل مواكبة إنجاح الحملة الطبية بأمان وسلام. والشكر وتقدير ومحبة لكافة المحسنين والمتطوعين الذين ساهموا ماديا وتنظيميا من أجل إنجاح الحملة الطبية. تقبل الله منهم وشباب وشابات الجمعية العائلة الكبيرة. إليكم التحية والامتنان والرجولة منذ الطفولة. إريك برادية. تبارك الله عليكم وحفظكم الله. مع بعض اللقطات وبعض يعني الصور نخليكم مع بقية الفيديو. شكرا جزيلا لكم، حفظكم الله ورعاكم، أحسنتم، بارك الله لكم وثبت الله أجركم، حفظكم الله، في أمان الله ورعايته. وصلوا على الحبيب مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.